هو ده قدر المواطن المصري الغلبان اللي احنا منه، ودايما هنفضل معاه، ودايما هيكون خط احمر ده هو منبره. وانا بقولها لكل مسؤول في مصر، لازم تفهم حاجه مهمه جدا: المواطن المصري فوق راسك، المواطن المصري خط احمر، مفيش هزار في كرامه المواطن المصري. ده حال يعني الناس الطيبين اهالينا في منطقه ترب اليهود في حي البساتين، قمامه وزباله وميه متنيله ملوثه وحشرات وكمان بلطجه وحراميه ساكنين المنطقه، وكل ده ونائب المحافظ للمنطقه الجنوبيه نايم، رئيس حي البساتين نايم وشادد البطانيه. ها؟ رئيس حي البساتين نايم وشادد اللحاف، والناس مش لاقيه عربيه. يا موحدين بالله، عربيه قمامه، عربيه زباله تخش تشيل القاذورات اللي مرميه قدامهم وجايبه لهم الحشرات ومعيشاهم العيشه السوداء اللي هم عايشينها دي، علشان ما عندناش مسؤول بيخاف ربنا، عشان ما عندناش مسؤول ممكن يفكر لو للحظه ان ممكن يكون ابنه ولا بنته ولا هو شخصيا قاعد في مكان زي ده. ولا اعتقد ان واحد فيكم يقدر من المسؤولين يقعد في مكان زي ده 5 دقايق على بعض. احنا هنفضل ورا الموضوع ده ومش هنسيبه، هو وكل مأساة من مأساة المواطنين. يعني حسبي الله ونعم الوكيل في من يؤتمنون على امر المواطنين ولا يراعون الله فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من اؤتمن على امانه ولم يحافظ عليها في اي مجال، في اي مكان، في اعلام، في امن، في اداره محليه، في اي حته. حسبي الله ونعم الوكيل.